للمرة الرابعة هاي السنة بتقوم ال ECB Europäische Zentralbank البنك الفيدرالي الأوروبي بتخفيض الفوائد على الكريديت، تخفيض الفوائد على القروض البنكية لتكون وصلت هاي السنة ولآخر مرة لل3%. بلشنا سنة 2024 ب4%، وصلنا بنهاية السنة على 3%. طب هذا شو معناته؟ معناته هلأ لكتير عالم اللي حاطة مصارية بالبنك واللي بتاخد فوائد على المصاري هذا الشي رح ينخفض. أما بالنسبة للعالم اللي جاء على بالها تشتري بيت أو جاء على بالها تشتري هاوس، فدول العالم رح يستفادوا بإنه الفوائد رح تنخفض بالنسبة للي حابب يعمر أو يلي حابب يشتري بيت. واللي مهتم بالأمر أنا نزلت مثال حسابي كنت حاسب فيه إنه الواحد جاء على باله يشتري هاوس وكانت القيمة 400,000 بفوائد ثابتة 4% ونسبة تيليغونج نسبة تقسيط 1%. فتبين معنا بالفيديو السابق، ما رح لكم بس قسم صغير منه، إذا بتحبوا فوتوا شوفوا عندي بالصفحة، إنه الواحد رح يدفع 320,000 يورو فوائد على مدة 40 سنة. وبهي الحالة بتخفيض الفوائد من السنترال بنك رح يصير الواحد بإمكانه يشتري بيت غالي بس ما رح يدفع عليه فوائد كتيرة. والشاطر يلي رح يعرف إمتى الوقت المناسب بإنك تشتري البيت أو الهاوس اللي حابب أنت تشتريه. والسبب إنه لما بتنخفض الفوائد ترتفع أسعار العقارات، ولما ترتفع الفوائد تنخفض أسعار العقارات. كان معكم فراس سيروان، حبيت نبهكم على هي النقطة. احفظوا الفيديو وشاركوا الفيديو. تحياتي.